السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا مزيانين وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا كيكه و12 ديال كاب كيك بعجينه واحده فقط وبجوج بيضات فقط، بلا حليب وبلا دانون. غادي نحتاجوا جوج بيضات يكونوا الحراره ديالهم درجه الغرفه، ما يكونوش في النبيره. غادي نضيفوا عليهم جوج ديال الساشيات ديال الفاني، وغادي نضيفوا معاهم مبشور قشور ديال الليمون محكوك. غادي نزيدوا معاهم شويه د المليحه. غادي نحركوا هادشي مع بعضياتهم. غادي نزيدوا على هذا الخليط كاس ديال السكر، الكاس اللي غتعبروا به السكر غادي تعبروا به باقي المكونات. غادي نضيفوا عليه كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نحركوا هادشي مع بعضياتهم مزيان حتى كيذوب لنا السكر. وموراها غادي نضيفوا كاس د الماء دافي، ديك كيطلعوا بحال ديك الفقاعات شفتوهم فوق الماء، هذاك الكاس اللي عبرت به الزيت خويت عليه الماء دافي. وغادي نضيف عليه كما تشوفوا شويه ديال خميره فوريه اولا الخميره حبيبات، غادي نضيفوها على ديك الماء وغادي نبقاو كنحركوها مزيان حتى كتذوب لنا ديك الخميره، وغادي نضيفوها على الخليط تدريجيا. غادي نبقاو حنا كنخويو هاد الماء مع الخميره وحنا كنحركو. من بعد غادي نبداو نضيفوا الدقيق، الطحين على حسب كل واحد، يعني واش من نوعيه الطحين عنده. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي لا. انا بالنسبه لي احتاجت 3 ديال الكيسان ديال الطحين، ولكن كل واحد على حسب النوعيه ديالو. غادي نزيدوا هذا الطحين ندوفوه عاد. انا عملت الكاس الاول وغربلته وخلطته مزيان، عاود زدت الكاس الثاني. المهم نتوما غادي تبقاو كتزيدوا الطحين وانتم كتخلطوا حتى تشوفوا العجينه ديالنا اولا الخليط ديالنا خصو يكون عاقد شويه على الخليط ديال الكيكه، يعني خصو يكون ثقيل شويه على الخليط ديال الكيكه وصافي. غادي نضيفوا جوج خميرات حمر بوزن 16 غرام، يعني كل وحده فيها 8 غرام، يعني بجوج بهم 16 غرام. وغادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضياتو حتى كيتجانس لنا الخليط. من بعد ضفت واحد معلقه الليمون، ديك الحامض او الليمون
اللي حكيت لا القشور ديالها، عصرتها وعملت واحد المعلقه. من بعد زدت هاد حبيبات الشوكولا، عملت غير شويه حيت النصف الباقي غادي نحتاجو في التزيين. يعني على حسب كل واحد كاين اللي كيبغي الشوكولات، كاين اللي لا، كاين اللي كيبغي بزاف، كاين اللي لا، يعني على حسب كل واحد. شو انا في هذه اللحظه هذه خويتو هذه باش يسهل عليا نخويهم في ديك المولد كاب كيك، وصورت ديك اللقطه ولكن تمسح لي. يعني عملت خويت ديك الكميه، خويت في كورطه مادلين اولا كاب كيك وعملته في فران، والخليط اللي بقى لي خويتو في هذا المولد الكيكه، وديك الحبيبات الشوكولا اللي كانوا بقاو لي ها هما في زينتهم بهاد الكيكه هذه، خويتهم عليها من الفوق كيجيو مزيونين. وزيت حتى شويه د الكركاع كيجي مزيون ولذيذ في هاد الكيكه هذه بالاخص، كيجي كيحمق. من بعد ما طابو هذه النتيجه النهائيه. نتمنى انه من الاعجاب ديالكم، وبصراحه جاو هشاشين بزاف والله العظيم. نتمنى انكم تجربوا هاد القياس هذا اللي قلت لكم، وردوا عليا في الكومنتات كيف جاكم. لاحظوا فهاد كاب كيك على طراوه كاينه. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى انكم تشجعوني بلي جيم وبلي كومونتير، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. بسلامه.